لو عايز تعرف الطبق الخشب ده والبولة القمر دي اتعملت ازاي من خشب الشجر اللي قدامكم ده، اشكال والوان من خشب الشجر، تعالوا اوديكوا اقدم ورشة لتصنيع اطباق الخشب من خشب الشجر في الدرب الاحمر. يلا بينا. احنا هنا بنعمل اطباق. ده لسه ما خلصش. ده لسه هيتفضل. بص الطبق، قول لي المراحل بتاعته. انت بتجيب الخشب بتاع الشجر ده، خشب شجر ايه الاول؟ ده خشب شجر ساسوع، يعني مش اي نوع خشب بيشتغل؟ لا، حلو. بيطلع على المنشار طبعا. المنشار الاول بيتقطع قدام، بيتقطع بقى حلو. يفصل الخشب. بعد المنشار انا جيب من على المنشار بالطريقه دي. بصوا كده شكلها اهي، لسه ما فيهاش اي معالم، هي يا دوب بس ايه يعني شكل بس. نخش بقى المكنه دي اسمها ايه؟ دي مخرطه. مخرطه. عايزه بس شويه صبر. لمعة الطبق ما شاء الله لا قوة الا بالله. بعد عم محمد ما خلص الطبق التحفة وورهوني، سألته سؤال ودي كانت اجابته. الحياة علمتك يا عم محمد؟ صبر. الصبر. ما شاء الله عليك يا عم محمد، والله العظيم الراجل ده ايده تتلفف حرير. هو الراجل اللي زي عم محمد ده كنز في مصر، والله كنز يا عم محمد. الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك. الحمد لله. ويسترك ويرزقك. الله يخليك. وان شاء الله تحج قريب.